بمناسبة حلول شهر أكتوبر شهر الانتصارات، حكايتنا النهاردة عن أخطر الجاسوسات العربيات التي عملونا لصالح الموساد، وهي الجاسوسة المصرية هبة سليم. وتعتبر المصرية هبة سليم من أخطر الجاسوسات العربيات التي عملونا لصالح الموساد، لدرجة أن أسرتها اليوم تتصدر مبنى الجهاز نظرا لخدمتها التي قدمتها لإسرائيل. تعالوا مع بعض نشوف ايه الحكاية والأسباب اللي دفعتها لخيانة بلدها. واسمها هبة عبد الرحمن سليم، بنت شابة جميلة في 18 من عمرها، من عائلة ميسورة بتسكن حي المهندسين في القاهرة، وكانت عضوة في نادي الجزيرة الشهير نادي المقتدرين، وكانت بتتردد على النادي مع أصدقائها. وبعد إنهاء دراستها الثانوية كانت كل الأبواب مفتوحة أمامها، فقررت إكمال دراستها في الخارج، وخصوصا بعد هزيمة مصر في حربها مع إسرائيل عام 1967. وكانت هبة مقتنعة بأن العرب فاشلين، وصار السلام بين الشعوب حلمها وإيمانها. وفعلا سافرت إلى باريس لإكمال دراستها، ودرست في البداية اللغة الفرنسية في صفوف خاصة في جامعة السوربون العريقة. وهناك تعرفت هبة على زميلة يهودية بولندية، وأصبحوا أصدقاء، والعلاقة بينهم بقت قوية. وبدأت الطالبة البولندية تدعو هبة إلى بيتها، وتدعو معاها مجموعة من الأصدقاء اليهود. وبدأت البنت هبة تتكلم معاهم وتعبر بصراحة عن كرهها للحرب واشمئزازها من العرب. وفي إحدى المرات عرضت زميلتها فيلما وثائقيا عن الحياة الاجتماعية المنعمة والهانئة في إسرائيل، وبدأت تقتنع بأن الإسرائيليين ليسوا وحوشا كما يصورهم الإعلام العربي. وبعد عدة لقاءات مع أصدقائها الجدد من اليهود، اقترحت عليها صديقتها البولندية لقاء صديق عميل الموساد في شقتها في باريس. وافقت هبة وصارت تلتقي به بشكل مستمر، إلى أن نجح في إقناعها بالعمل لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي، وتطوعت كمان لمساعدته بدون مقابل مالي. بدأ عميل الموساد يستجوبها عن أحوال الناس المعيشية في مصر، وكانت تل أبيب في الفترة دي مهتمة بمعرفة ما يجري بعد النكسة في أكبر دولة عربية. وخلال اللقاءات بين الاثنين ذكرت هبة سليم بأنها تعرف ضابط مصري كان يشغل منصب مدير مكتب قائد سلاح الصاعقة، اسمه المقدم فاروق عبد الحميد الفقي. وعلى الرغم من أن رتبته أقل من القادة العسكريين في هذه الوحدة، إلا أنه كان يحضر اجتماعاتهم، خصوصا وأن مصر كانت في الفترة دي تسلمت صواريخ من نوع سام 6 الروسية، وبدأت ببناء منصات لها والتحضير لحرب مقبلة. وطبعا عميل الموساد خد المعلومة السرية دي وطلب منها العودة إلى القاهرة وإعادة العلاقات مع الضابط المصري. وكان الفقي بيتردد على نادي الجزيرة قبل مغادرة هبة إلى باريس، وكان مغرم جدا بهبة وكان وراها طول الوقت. ولما عادت هبة اتصلت بيه وعبرت عن إعجابها بشخصيته، وبقت بتقابله يوميا. وبعد كده اتقدم الفقي لخطبة هبة من أهلها ووافقوا، وعرفت ازاي البنت تستدرجه للعمل معاها. واستأجر الفقي باعتباره عميل جديد شقة في حي المعادي، وعلمته هبة كيفية استعمال الحبر السري وطريقة الاتصال بها. وتمكنت خلال فترة وجيزة من الحصول على كميات كبيرة ومهمة من المعلومات الدقيقة، أهمها الحصول على خرائط عسكرية واضحة المعالم عن أماكن بناء منصات الصواريخ الروسية سام 6. وعادت هبة سليم إلى باريس وهي تحمل صيدا ثمينا للمخابرات الإسرائيلية، وبالفعل انتقل ضابط كبير خصيصا إلى العاصمة الفرنسية لتسلم الخرائط التي عندها. وعندما التقى بها واطلع على الخرائط الدقيقة، طلب منها مرافقته إلى تل أبيب لمقابلة مرؤوسيه، وتحديدا رئيس جهاز الموساد، ليقدم لها الشكر شخصيا. وفعلا سافرت هبة إلى تل أبيب، واستقبلوها هناك استقبال حافل، وأدوا لها التحية العسكرية على المعلومات القيمة اللي قدمتها، وعملوا لها حفلة في المساء لتكريمها على المجهودات اللي قدمتها لدولة إسرائيل. والتقت هبة سليم برئيسة الوزراء وقتها جولدا مائير،
وكان يقف جانبها رئيس الموساد. يومها قالت جولدا مائير لهبة: اللي قدمتيه لإسرائيل لم يستطع أحد من الحاضرين أن يقدمه لدولتنا. صباح اليوم التالي قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف منصات الصواريخ الظاهرة في الخرائط التي قدمتها هبة على طبق من فضة لإسرائيل. وكلما قرر الجيش المصري بناء منصات جديدة تقوم إسرائيل بقصفها أول بأول. لفت انتباه المخابرات المصرية اللي بدأت تحقق في كل من يحضر اجتماعات القيادة المصرية المسؤول عن التحضير لنصب الصواريخ في محاولة لحل اللغز. فالأمور أصبحت واضحة، هناك عميل سري ينقل المعلومات إلى إسرائيل. بعد أيام نجحت المخابرات المصرية في كشف العميل وتم القبض عليه بسرية تامة. وخلال التحقيقات اعترف الضابط المصري بجريمته وقال أن خطيبته هبة هي العقل المدبر وهي صلة الوصل مع الإسرائيليين. وتمت محاكمة الضابط بسرعة وبسرية تامة وإعدامه رميا بالرصاص بدون ضجة. وكان الفئي ضمن الضباط القلائل الذين سيعرفون بموعد الحرب ساعة الصفر باعتباره عضوا في غرفة العمليات. وضعت المخابرات المصرية خطة للقبض على هبة سليم، وكان الحل استدراجها للسفر إلى ليبيا حيث يعمل والدها مدرسا هناك. وتم التنسيق مع السلطات الليبية وأقنعوا والدها بأن ابنته هبة متورطة بخطف طائرة إسرائيلية مع الفلسطينيين وهي مطلوبة من إسرائيل. والحل هو ادعاء الوالد بأنه مرض خطير ويريد رؤية ابنته. وفعلا دخل الوالد المستشفى وقام بالاتصال بهبة عدة مرات وهي في باريس حتى ردت ووافقت أن تأتي إلى طرابلس لرؤية والدها المريض. وأول ما وصلت هبة مطار طرابلس في ليبيا وجدت حولها رجال المخابرات المصرية وخدوها إلى طائرة في مطار طرابلس متجهة إلى القاهرة. وقتها حست هبة سليم إنها خلاص اتكشفت وبدأت تصرخ. راح ضابط مصري مديها قلم محترم عشان تسكت وتخرس. طبعا وصل الخبر لإسرائيل بالقبض على هبة سليم. قامت بالضغط على الرئيس المصري الأسبق أنور السادات لإطلاق سراحها، لكن السادات كان قد أصدر أمره بإعدامها سرا. بعد عدة أشهر من انتهاء حرب أكتوبر عندما فتح وزير الخارجية الأمريكي الموضوع مع الرئيس المصري أعلمه الرئيس المصري بأنه تم إعدامها ولا داعي للوساطة. وكانت هبة سليم متأكدة أن الإسرائيليين سيقومون باختطافها من سجن النساء، علشان كده كانت بتتزين كل يوم. وقدمت التماس للرئيس المصري وزوجته جيهان لإصدار عفو رئاسي عنها، لكنهما رفض الالتماس. وصنفت هبة سليم بأنها أخطر جاسوسة مصرية جندها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد. وتحولت قصتها إلى فيلم بعنوان الصعود إلى الهاوية، قامت ببطولته الممثلة الراحلة مديحة كامل أمام محمود ياسين. ومن هنا انتهت حكايتنا. ولو عجبتكم الحكاية ما تنسوناش بلايك وشير ومتابعة للقناة، وشكرا على المتابعة.